لو حابب تعرف ترتيب دوري ابطال افريقيا قبل الجوله السادسه جوله الحسم النهائيه، يلا بينا تابع معايا الفيديو للاخر. معلوماتك في ثلاث فرق كده كده صاعدين: الاهلي، بيراميدز، استاد مالي. المجموعه الاولى اللي صعد بيراميدز كده كده صاعد وصاعد اولاني، هيقابل هو باور ديناميدز ويسيب نهضه بركان في حيره. بيراميدز يريح ويسيب باور ديناميدز يفوز، خلاص باور ديناميدز ونهضه بركان في تنافسيه لاخر ثانيه. طب لو الاثنين فازوا، نهضه بركان يتاهل بمجموع المباراتين، رايحين بقى حيله وآلة حاسبه. المجموعه الثانيه اللي الاهلي برضه فيها صاعد بس مش ضامن مركز اولاني او تاني، يفوز على الجيش الملكي في استاد القاهره يصعد اولاني. طب تعادل الاثنين صاعدين، جيش الملكي يفوز يتأهل ويتأهل مركز أولاني. فيها حيرة ولخبطة لأن فوز الأهلي ممكن يأهل يانج أفريكانز، فننتظر ونشوف. المجموعة الثالثة المجموعة الحديدية النارية، الأربع فرق عندهم فرص للصعود. الوحيد اللي عنده لو تعادل يصعد هو نادي الهلال، يفوز يصعد أولاني. أي فرقة بعد كده لازم عشان تصعد لازم تفوز، مفيش فيها هزار. انا شايفها مولوديه هتلاعب سان داونز والهلال هيلاعب سانت لويلي بوبو. ان شاء الله الهلال مولوديه. المجموعه الرابعه باختصار، الملعب المالي متاهل اولاني، الترجي وبيترو اتلتيكو بيلعبوا بعض على المركز الثاني، اللي هيكسب عدي انت الثاني. خلص الكلام، سلام.